مطاعم الفطار الشعبي منتشرة هنا في مطروح وأغلبهم بيقدموا مستوى كويس جدا، وأشهرهم مطعم عمر المختار واللي موجود في السوق هنا. الفول عندهم كويس والطعمية جميلة جدا، بالذات المحشية واللي بيكون جواها هريسة الشطة مش طماطم وبصل. وما تنساش إنك تكمل فطارك بالعيش السخن خد الفطار واطلع على البحر وافطر واستمتع بالجمال ده كله وأنت بتفطر. علشان تفطر هنا في مرسى مطروح تجيب الفطار بتاعك وتقعد هنا الصبح بدري قبل الزحمة والصداع وصوت الأطفال والأصوات الكتير جدا اللي بتغطي على صوت البحر. جبنا فول وفلافل وبتنجان وعيش وطبعا الزيتون المطروحي او السيوي اللي هم هنا بيتميزوا بيه. نخلص القصه دي كلها ونعمل شويه شاي زردة نحبس بيهم الكلام دوت. ولعنا الفحم زي ما انتم شايفين كده علشان على ما نخلص الفطار يكون اشتغل ونبدا نحط عليه الشاي ونستمتع بالجو دوت. زي ما قلنا لكم بعد ما حطينا الميه في البراد هناخد الشاي الليبي اللي المفترض ان بيبقى هنا في اي مكان وتقدر تجيبه، وتبدا تحط منه شويه على قد الكوبايات اللي انت هتعملها. بس لو محتاجه انه يتقل طبعا سيبه يغلي اكتر، لان الشاي ده تقيل بشكل فظيع مش زي الشاي اللي احنا متعودين نشربه. بعد كده طبعا عندنا السكر، حط منه زي ما انت عايز، ولو صاحب مزاج قوي وعايز تشربه بالنعناع هتلاقي هنا النعناع اللي بيتباع مجفف اللي مفترض انه نعناع سيوي وكويس جدا. سيب بقى البراد شويه هنا كده على الفحم دوت علشان ايه؟ يستوي.